مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد إلى القناة. في البداية طبعا حابب من السادة المشاهدين الاشتراك في القناة، متابعة القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بقى نبدأ حلقتنا، وزي ما وعدتكم منذ فترة كبيرة جدا وأخيرا جت الحلقة المنتظرة، حلقة توقعاتي. طبعا احنا عاملين في كل أسبوع حلقة توقعات. قلت لكم الأسبوع اللي فات كان توقعات طبعا للأبطال الدوريات الخمسة الكبرى، وكنا خدنا معاهم كمان الدوري السعودي والدوري المصري. الاسبوع اللي قبله كان توقعاتي ال 16 فريق المتأهلين من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا. الاسبوع ده توقعاتي طبعا هتكون عن توقعاتي الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023، وافضل لاعب، افضل حارس طبعا، والفتى الذهبي، وكل الجوائز اللي بتقدمها مجلة الفرانس فوتبول الفرنسية. وهقول لكم توقعاتي، وبنسبة كبيرة اللي ممكن تكون هي اللي هتحصل في حفل تتويج الكرة الذهبية في آخر الشهر، وقد تتغير طبعا مش أكيد، ولكن ندردش مع بعض. ولو حد عنده رأي أو متوقعات طبعا، مين اللي هيفوز بالكرة الذهبية، مين اللي هيفوز بأفضل حارس، مين اللي هيفوز بفتى الذهبي، ممكن يكتبهم تحت في التعليقات. وطبعا هنشوف التعليق وأقول لكم رأيي فيه طبعا بنسبة كبيرة. في البداية طبعا الجائزة بنسبة كبيرة طبعا صراع الكرة الذهبية بين ميسي وإيرلينج هالاند. ميسي يعتبر معاه بطولتين، بطولة قوية جدا 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 ومحدش يقدر يفعل حقه فيها خالص، وهي طبعا جائزة كأس العالم. طبعا كأس العالم حاجة كبيرة جدا، وإن ميسي يحققها لأول مرة في تاريخه، رغم ان ميسي طبعا بقاله فتره كبيره بيلعب، ولكنه شارك في كاس العالم في اكتر من نسخه. شارك في 2006، شارك في 2010، شارك في 14، وشارك في 2018، واخر نسخه كانت في 2022، خامس نسخه ليه. لم يفز بولا نسخه غير في 2022 فقط، وقبليه الاربع نسخ اللي قبليهم خسرهم، وكان خسر النهائي امام المانيا في 2014، وده كان اقرب فرصه لتحقيق كاس العالم، ولكنه حققه في 2022. ايرلينج هالاند طبعا داخل متسلح بيه الثلاثيه طبعا بدوري ابطال اوروبا اللي بيحققه لاول مره في التاريخ لمانشستر سيتي، وطبعا الدوري الانجليزي المعتاد لمانشستر سيتي، وكمان كاس في انجلترا. طبعا كاس حاجه كويسه جدا ان هم يحصلوا على الكاس مع الدوري، مع طبعا دوري الابطال ثلاثيه، ومعهم طبعا بعض الالقاب الفرديه زي طبعا هداف الدوري الانجليزي طبعا برقم تاريخي طبعا 36 هدف، ورقم رائع جدا. وطبعا هداف دوري ابطال اوروبا طبعا، وبعض الارقام في اوروبا، جوائز شهر طبعا في اوروبا، جوائز شهر في الدوري الانجليزي، وافضل لف في مانشستر سيتي لاكثر من مره في الشهر. ولكن ميسي طبعا على مستوى الانديه معهوش غير الدوري الفرنسي اللي حققه مع باريس سان جيرمان، وكمان بطوله كده على جنب حققها مع فريق انتر ميامي. بطولة تقريبا الدوريات طبعا اللي بيلعبوها مع المكسيك هو حققها طبعا ميسي، وكان عامل اداء كويس وسجل اهداف وسجل كور ثابته، وحقق بطوله كمان للانتر ميامي. ولكن طبعا مش هيهتم قوي بالبطوله دي في الكره الذهبيه. هو طبعا ميسي طبعا بنسبه كبيره اكتر حاجه مديله قوه هو كاس العالم، وايرلينج هالاند الثلاثيه اللي قلت لكم عليها. بالرغم طبعا لو هنقارن مستوى الاثنين ببعض، طبعا ميسي تتويجه بكاس العالم عمل ضجه كبيره جدا، منذ تتويجه بكاس العالم في استاد لوسيل حتى دلوقتي عامل ضجه كبيره جدا، وهو سبب كبير جدا مخليه اسهمه عاليه جدا في التتويج بالكره الذهبيه، وكان سبب في تتويجه بجائزه ذا بيست اللي توج بيها طبعا بعد كاس العالم في شهر يناير الماضي، رغم ان الكل كان متوقع تتويج كريم بنزيما ب طبعا جائزه ذا بيست على موسم 2022 التاريخي اللي عمله. ولكن للاسف ميسي خدها بعد ادائه في كاس العالم وحصوله على كاس العالم. حد يقول لي تتوقع مين يفوز بالكره الذهبيه، هل ميسي ام ايرلينج هالاند؟ اقول لكم طبعا اتوقع فوز ميسي بالكره الذهبيه، رغم ان ايرلينج هالاند قدم مستوى كويس، كسر ارقام قياسيه في الدوري الانجليزي، عمل شغل كويس في دوري الابطال، حقق ثلاثيه. ولكن للاسف الشديد ميسي وكريستيانو رونالدو دايما بياخدوا الجوائز الكبيره، ترشيحهم للجوائز الكبيره حتى لو في لاعب عامل اداء عالي لا يقارن. وكلنا شفنا طبعا اداء لعيبه كتير قوي كانت احق بكور ذهبيه كتيره وما حققتهاش، زي طبعا فوز كريستيانو رونالدو بالكره الذهبيه 2013، رغم ان انا كنت شايف الاحق بالتتويج بيها كان فرانك ريبيري. ولكن للاسف الشديد طبعا كريستيانو رونالدو خدها باسمه طبعا وبشعبيته، وبطبعا الفوائد اللي بتعود طبعا على مجله الفرنس فوتبول بتتويج كريستيانو او ميسي بالكره الذهبيه بتعمل ضجه كبيره جدا جدا جدا. ولكن طبعا فرانك ريبيري اتظلم فيها وما خدهاش، وكمان بردك ميسي طبعا خد اكتر من كره ذهبيه ظلم فيها لعيبه، زي في 2010 طبعا ميسي لم يتوج بكاس العالم، وبالرغم من كده خدها. فميسي هم دائما بيحاولوا ان هم يقفوا مع ميسي ومع كريستيانو رونالدو اللي طلبوا باي بطوله يدوم الجائزه، حتى لو بطوله قليله او بطوله كبيره بيحاولوا ان هم يكبروا صيت البطوله بقوه عشان ياخدوها.
على عكس طبعًا إيرلينج هالاند اللي مالوش قاعدة جماهيرية قوية، اللي مالوش طبعًا منظومة في ضهره، على عكس طبعًا ميسي اللي طبعًا فيه منظومة قوية جدًا في ضهره، ودايمًا كل بيدعمه، جماهيرية قوية جدًا وشعبية قارفة طبعًا عن إيرلينج هالاند بكتير. ولو طبعًا دلوقتي أنا مثلًا نزلت لكم صورة ميسي وصورة إيرلينج هالاند، الكل طبعًا هيخش يتفاعل على صورة ميسي أكتر. هالاند طبعًا بالنسبة إن هو لا ماشي لاعب كويس، ولكن الكل يحب ميسي من حيث لمساته الفنية، من حيث أدائه، من حيث جمالياته، من حيث الكرة الجميلة اللي بيقدمها، من حيث الصراع اللي فيه مع كريستيانو رونالدو في آخر 15 16 سنة. ولكن على عكس مثلًا إيرلينج هالاند، لاعب مش واخد قاعدة جماهيرية قوية، لاعب مش مهاري، لاعب مهاجم كويس بيسجل أهداف، ولكن في مهاجمين كتير بيسجلوا أهداف، امبابي بيسجل أهداف، وطبعًا بنزيما بيسجل أهداف، وطبعًا الصراع بيكون دايمًا مع ميسي ورونالدو طبعًا محسوم للثنائي مع أي حد. فطبعًا أنا شايف إن ميسي طبعًا هياخد الكرة الذهبية حتى لو مش أفضل أداء ليه، وحتى لو هالاند قدم أداء كويس، ولكن زي ما قلت لكم الفنيات والأداء وكأس العالم والمنظومة طبعًا. وزي ما قلت لكم قبل كده ميسي خد أكتر من كرة ذهبية، زي الكرة الذهبية اللي خدها في 2019 على حساب فان دايك، رغم إن فان دايك كان محقق دوري الأبطال وكان عامل شغل مع منتخب هولندا في الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية. وكمان كان عامل شغل رائع مع ليفربول في الدوري الانجليزي وخسروا بفارق نقطة. وحصل طبعا على دوري الابطال مع ليفربول وكان عامل شغل عليه مع ليفربول، ولكن فان دايك طبعا لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب زي ما قلت لكم المنظومة واداء المصوتين وحب المصوتين. طبعا اللي هيصوت طبعا كان الاكتر بيصوت لميسي، رغم ان الفرق كان صوت واحد يعني مش فرق كبير. كذلك طبعا لو هتصوت بين ميسي وايرلينج هالاند، الكل طبعا هيصوت لميسي من حيث الحب والشعبيه والجماهيريه. صوره ميسي مع كاس العالم طبعا مديه للناس دفعه كبيره جدا، فاعتقد فوز ميسي حتى لو مش افضل موسم لميسي ومش افضل اداء لميسي، وحتى لو كان هالاند يستحقها ميسي بياخدها بنسبه كبيره، وممكن نشوف هالاند بياخدها، ولكن اتوقع النسبه الاكبر ان ميسي هيفوز بالكره الذهبيه الثامنه ليه طبعا. وزي ما قلت لكم الصراع ده بيفكرني بصراعه مع فان دايك في 2019، رغم ان صراعه مع فان دايك في 2019 كان فان دايك اقوى شويه وكان عنده جماهيريه شويه، وفي ناس كتير قوي المزاجيه العامه دخلوا ادوا لفان دايك اصوات. ولكن طبعا بيفكرني بالصراع ده بين صراعه مع روبرت ليفاندوسكي في 2021. وطبعا روبرت ليفاندوسكي ما خدش الكره الذهبيه في 2021، رغم انه خد ذا بيست في 2020 وخد ذا بيست في 2021، ولكن اللي خد الكره الذهبيه في 2021 هو ميسي، رغم انه ميسي ما كانش عامل افضل اداء مع برشلونه، وبرشلونه ما خدش في الموسم ده غير كاس الملك، وخسر دوري طبعا لاتلتيكو مدريد، وخسر دوري ابطال اوروبا، وخسر من باريس سان جيرمان ب 5-2 طبعا، وخرج من دوري الابطال. ولكن زي ما قلت لكم المزاجيه العامه واداء ميسي واخر سنه لميسي كانت في برشلونه، وخروج ميسي لباريس وتتويج ميسي بالكوبا امريكا ساعدوا بقوه كبيره جدا للتتويج بالكره الذهبيه، فما بالك بقى بتتويج ميسي بكاس العالم هيديله قوه اكتر بكتير جدا جدا جدا. ليفاندوسكي طبعا زي ما قلت لكم عشان القاعده الجماهيريه والمزاج العام، فكذلك هالاند القاعده الجماهيريه والمزاج العام مش هيساعدوه، فميسي هيتوج بالكره الذهبيه. بعد كده نروح بعد كده الفتى الذهبي طبعا هيتوج بيها جود بيرنينجهام طبعا، اللي عامل اداء خيالي مع ريال مدريد في اخر كام جوله سواء في الدوري الاسباني او في دوري الابطال، هو اللي متلعلع وهو اللي شغال، هو سجل مع انجلترا في كاس العالم، عامل شغل جيد جدا مع بروسيا دورتموند، عامل شغل خيالي مع ريال مدريد وشايل ريال مدريد وبيجيب ريال مدريد نقط كتيره جدا، فهياخد جائزه الفتى الذهبي. احسن حارس بنسبه كبيره هياخدها ايميليانو مارتينيز على الشغل اللي عمله في كاس العالم وتصدياته لركلات الجزاء وتصدي كره راندر كولومواني اللي كانت في اخر دقيقه في مباراته امام فرنسا والارجنتين. لو طبعا ما كانش شالها من كولومواني كان زمان فرنسا دلوقتي بتتوج بكاس العالم، وكان في حاجات كتير قوي اتغيرت، وكيليان امبابي كان زمانه بيحقق كاس العالم الثاني. فشايف ايميليانو مارتينيز، رغم ان انا شايف الاحق بالتتويج في افضل حارس هو تير شتيجن، لانه عامل شغل عالي جدا مع برشلونه السنه اللي فاتت، وكان سبب كبير جدا في تتويج برشلونه بالدوري الاسباني واقوى خط دفاع في الدوريات الخمسه الكبرى. ممكن تير شتيجن ياخدها او ممكن، بس انا شايف ان المزاجيه العامه والنسبه الاكبر هتروح لايميليانو مارتينيز، وتصدي لكره راندر كولومواني هتديه قوه كبيره جدا في التصويت. افضل مدرب طبعا بلا منازع هياخدها طبعا بيب جوارديولا بعد تتويجه بالثلاثيه، لان برضه بيب جوارديولا الشعبيه والجماهيريه والقوه هتساعده جدا وهتخلي بيب جوارديولا يتوج بجائزه افضل مدرب لعام 2023. كده طبعا دي توقعاتي، ممكن حاجه تتغير فيها طبعا ممكن حاجات كتير تتغير، ولكن انا شايف ده الاقرب للحدوث في حفل الكره الذهبيه. في النهايه طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في القناه، ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، متابعه القناه ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وطبعا انتظروا الحلقات الجايه، طبعا بكره نازل حلقه طبعا تحليل كامل وشامل للجوله الثانيه في دوري ابطال اوروبا، ونازل تحليل كامل وشامل للجوله الثالثه في الدوري المصري، ونازل كمان حلقه قرعه دوري ابطال افريقيا، ونازل حلقه قرعه الكونفدراليه، ونازل كمان حلقات قويه جدا في الايام الجايه. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه واللايك للفيديو ومتابعه القناه ليصلكم كل ما هو جديد، ويصلكم اشعار باقوى الفيديوهات اللي نازله في الايام القادمه. ويخشوا شوفوا الفيديوهات السابقه هتعجبكم جدا جدا جدا. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا على المشاهده وباي.